السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة مطبخ سارة، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. غبرت عليكم. جبت لكم فيديو جديد. العجينة المورقة أو البات فويتي كتجي زوينة، كنستعملو في بزاف الحوايج، كنستعملو في الملح والحلو. غادي نحتاجو 100 غرام ديال الزبدة، كيلو ديال الدقيق، عندي هنايا 10 غرام ديال الملحة ونص لتر ديال الماء. اول حاجه كندير الطحين. وبالنسبه للزبده اللي كنستعملو هنايا في العجينه ماشي في التوراق، العجينه كنديرو غير ديك الزبده يا اما الزبده حيوانيه يا اما الزبده ديال الباطا. ما نديروش الزبده ديال التوراق في العجينه باش ما تجيناش العجينه ديالنا ميدمه بزاف. الوغ هنايا كنحاول انني نبسبس داك الطحين بيديا، وكنضيف الماء تدريجيا حتى كنحصل على عجينه كنديرها في الثلاجه لمده ديال تقريبا ما بين 30 دقيقه حتى ل 45 دقيقه. عاد كنبدا نورق العجينه ديالي. صافي هنا كنقسمها على كنحاول انني نقسمها بحال هذه الطريقه كما كتشوفوا في الفيديو، ونديرها في السلوفان وندخلها الثلاجه. بالنسبه للزبده اللي ورقت بها انا هي هذه الباتيسور. هذه درت 500 غرام ديال الزبده للتوراق. بالنسبه للكيلو 500 غرام للتوراق، بالنسبه لنص كيلو 250 غرام. حنا كنقسموا المكونات. كناخذوا الزبده ديالنا كنضربوها بالدلاك بهذه الطريقه، كنحاولوا نصاوبوها هكا بحال شي كتاب ولا شي حاجه بحال هكا كما كتشوفوا في الفيديو. من بعد ما الزبده ديالنا قديناها كنجيبوا العجينه. هنايا الزبده راه خدمتها طوله بزاف، حاولوا انتم تخدموها عرض اكثر من الطول باش تقادوها في العجينه ديالكم نيشان. كناخذوا العجين ديالنا كنديروا الطحين. انا سرحوا في شي طبله ولا شي حاجه تكون عريضه باش مابقاش غادي نغيطول. كنضربوا العجينه ديالنا على الطول ديالها حتى كان باش تهز لنا ديك الزبده كامله. هذه كتسمى يعني المرحله الاولى في الخدمه ديال لاباط فويتي او العجين المورق. كنضرب عرض وكنضرب الطول وكنحط الزبده ديالي وكنسد الكتاب ديالي. هذه هي بروميير تور. بالنسبه للبروميير تور هي هذه، تنتورو العجينه ديالنا باش ما تجينيش العجينه ديما تكون طويله. مره نضرب طول مره نضرب عرض. دابا انا ضربت طول، في لا دوزيام تور غادي نضربها عرض، لا دوزيام تور غنضربها عرض وغادي نجمعها عاوتاني. دابا هي سرحتها وغادي نديرو لا دوزيام تور. صافي هنايا كنضربها عاوتاني في لا تخوازيام، كنضربها في الطريقه الثالثه كنضربها طول طول عرض طول عرض طول عرض، وانا غادا هكاك حتى كنسالي التور ديالي كامله باش تجيني مقاده العجينه ديالي. العجينه المورقه كنستعملوا بها لي طاخت، كنستعملوا بها لي شوسون، اي حاجه كتعمر. انا دابا نلوح لكم فيديو شنو صوبت بها المالح ومن صوبت بها الحلو. بالنسبه للتوار باش ما ننساش ديما كندير صبعي، كندير ثلاثه في العجينه، درت ربعه ندير ربعه. هذه لا كاتريام تور. وفين ما نشوف ان العجينه ديالها ترخات كندخلها للثلاجه. صافي كنشوفوا هنا راه بقيت كنضرب فيها حتى هبطات ليا مع الطبله. صافي وغادي نبقاو غاديين هكا بهذه الطريقه حتى كنسالو التوراق ديالنا كامل. انا بالنسبه للعجين المورق لا بات فويتي كنديرو 6 ديال التوار. كنديرو 6 ديال التوار هنايا لا 5 تور. بالنسبه وعاد عندي كنديرو 6 تور. 6 تور هي الاخرانيه، ماشي بحال كرواسون. العجينه ديال الكرواسون فاش كنبغيو نورقوا العجينه ديال الكرواسون كنديروا ليها غير 5 ديال التوار، ولكن لاباط فويتي تنديروا ليها 6 ديال التوار. كما شفتوا في الفيديو هنا بدات كتبان لنا التوراق ديالنا. صافي الصراحه هي سهله، والمشكل اللي صعيب فيها هو هاد التوار هذا. كتبقى تور كتاخذ شويه د الوقت، ولكن شي حاجه ديال الدار. وبالنسبه لشحال ممكن اننا نحتفظ بها في الثلاجه، كتحتفظ بها ما بين 15 يوم حتى ل 20 يوم. 20 يوم كحد اقصى، يعني ما نفوتش 20 يوم باش يعني تبقى ليا لاباط مزيانه ما يوقع لها حتى شي حاجه. ديما بابي سلوفان نديرو فيلم اليمونتير او سلوفان
وندوروا عليه وعاد نديروا داك الكيس البلاستيكي اللي كيتسد ونحتفظوا بها في الثلاجه. هنا قسمت على 3. شي قطعته، انا راه قطعت منها الشكيلات اللي بغيت، ووحده خليتها درت بها الملفاي، تجي رائعه جدا. جربوا بهذه الطريقه وما تندموا. اراكم في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. بارطاجيو الفيديو مع احبابكم إلى وصحابكم. اللقاء. الى اللقاء.